بص يا كبير، كلمه فلسفه عندنا هي كلمه يونانيه. قلت له طب ما انا عارف، ما انا جاي اليونان، يبقى اكيد كلمه يونانيه. بعدين كمل، قال لي بص هي مقسومه لمقطعين. احنا بصراحه ناس غلسه بنحب نقسم الحاجه بتاعتنا. كلمه فلسفه كلمه يونانيه عشان اصلها يوناني. حلو، كمل. مقسومه لمقطعين. مقسومه لكم مقطع؟ مقطعين. فيلو بمعنى يحب، وسوفيا بمعنى الحكمه. انا واقف اعمل له كده، قلت له يعني الفلسفه كلمه يونانيه مقسومه لمقطعين، فيلو بمعنى يحب وسوفيا بمعنى الحكمه. قال له الله يفتح عليك. رحت كاتبها لك انا في البوستر، قلت لك ان فيلو بمعنى يحب وصوفيا بمعنى الحكمه. لسه هركب الطياره وارجع مصر، لقيت لك واحد اسمه فيثاغورس بينده عليا، يا مستر يا مستر. قلت له نعم. انت مين؟ قال لي انا فيثاغورس. قلت له عايز ايه؟ قال لي بص، في واحد قال لك ان كلمه فلسفه معناها حب الحكمه، بس مش معنى ان كل اللي يتفلسف نقول عليه حكيم. قلت له ايه ده؟ ليه اللي يتفلسف ما نقولش عليه حكيم؟ قال لي يا عم مستر كريم، في صفات إلهية. قلت له صفات إلهية زي إيه؟ قال لي الحكمة دي صفة إلهية. الحكمة صفة إلهية، ما ينفعش نقولها على الناس، يعني ما ينفعش أقول على شخص إن هو حكيم، أمال ربنا أقول عليه إيه؟ ما هو ربنا هو الوحيد اللي حكيم، يبقى ما ينفعش أنسب صفات ربنا للناس. قلت له حلو، طب هنقول إيه بقى دلوقتي؟ هنقول إيه أذكى إخواتك لما أنت قلت لي ما ينفعش نقول حكيم؟ قال لي هنستخدم كلمة فيلسوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جينا لك يا صديقي بمراجعة شهر نوفمبر. عارف ان في ناس كتير منكم كانت مستنية المحاضرة دي، وناس كتير واقعة في معظم المنهج، فاحنا بإذن الله جايين لك بمحاضرة تخليك برنس في المادة، أو بمعنى أصح تخليك برنس في مقرر شهر نوفمبر. عشان ما نطولش عليك، المحاضرة بتاعتنا هتمشي ازاي؟ هنراجع جزء الفلسفة بتاع شهر نوفمبر، وهنراجع جزء المنطق بتاع شهر نوفمبر. طيب بعد ما نراجع مستر شرح، هنشرح لك طبعا شرح تفصيلي. بعد ما نراجع الشرح هنزل لك فيديو حل نموذج شبه الامتحان اللي حضرتك هتمتحنه في المدرسه، عشان تتمرن على نوعيه الاسئله وتحل معانا. خلاص؟ طيب بالنسبه للبوستر ده هنسيبه لك تحت في وصف الفيديو لو حبيت ان انت تطبعه وتكتب ورانا او تعلم او تذاكر منه. خلاص؟ طيب يلا عشان ما نطولش عليك، اكلمك عن اول حاجه في المراجعة، حاجة اسمها نشأة الفلسفة. حاجة اسمها نشأة ايه؟ قال لي يا كبير حاجة اسمها نشأة الفلسفة. عايز اعرف الفلسفة لما نشأت فين؟ قلت له والله بص، الفلسفة يوم ما نشأت في كذا مكان. نشأت في كذا ايه؟ مكان. ايه اللي هم الاماكن دول يا مستر؟ تعالى اقول لك يا قلب المستر. نشأت في اول حاجة في مكان اسمه الشرق القديم. الشرق القديم. طب يا مستر الشرق القديم، ايه الكلمة اللي حضرتك كاتبها دي؟ انا كاتب لك كلمة الاخلاق والدين. يعني ايه الكلام ده؟ الناس اللي حضرت مراجعه مباحث الفلسفه او نشأة الفلسفه على القناه عارفين الكلام ده اللي انا بقوله. في الشرق القديم الاخلاق والدين. في الشرق القديم الاخلاق والدين. يعني ايه الكلام ده؟ يا باشا في الشرق القديم كان الناس مهتمه بفكره الاخلاق اللي عند الفرد، خلاص؟ وكانوا مهتمين بايه تاني؟ بالدين. خلاص؟ جميل جدا، ادي اول معلومه خلصت. طيب في الشرق القديم ساد نوعين من التفكير. ايه هم يا مستر نوعين التفكير دول؟ والله كان في نوعين من التفكير، اول نوع اسمه علمي، تاني نوع اسمه ديني. يبقى تاني في الشرق القديم الاخلاق والدين، وساد نوعين من التفكير. ايه هم نوعين التفكير؟ تفكير علمي وتفكير ديني. ركز عشان انا جاي اديك الزتونه. طيب يا مستر التفكير العلمي كان ايه سماته؟ قال لي استحداث صناعات جديده. يعني احنا عايزين نعمل صناعات، ما احنا بنفكر بقى بطريقه علميه، فاحنا عايزين نعمل صناعات. تطوير بعض العلوم، وعايزين نطور بعض العلوم. زي ايه العلوم اللي هنطورها؟ زي الرياضه، الكيمياء، الميكانيكا وغيرها من العلوم، زي الفلك، الفلسفه. كل العلوم دي حبينا نطورها لان احنا كنا بنفكر بطريقه دينيه فين؟ في الشرق القديم، او بنفكر بطريقه علميه في الشرق القديم. طيب ايه تاني نوع من التفكير؟ كان التفكير الديني. كنت بستخدمه في ايه؟ قال لي كنت عايز اعرف خالق الكون. عايز اعرف ايه؟ خالق الكون. ما احنا عايزين نعرف خالق الكون، يعني عايزين نعرف ربنا، يعني بنفكر بطريقه دينيه مش محتاجه اهي. عايزين نعرف ربنا، عارف ربنا ازاي؟ عن طريق الدين بس. شكرا. ايه تاني؟ اصل الموجودات. عايز اعرف اصل الموجودات، عايز اعرف اصل الشجر دي ايه، عايز اعرف اصل الانسان ده ايه، اصل الحيوان ده ايه، اصل البحر ده ايه، اصل السماء دي ايه، اصل الارض دي ايه. طالما عايز اعرف كل الحاجات دي يبقى انا اكيد هقول ان في اله خلق الحاجات دي. يبقى طالما هقول في اله يبقى انا بفكر بطريقه دينيه. ايه تاني؟ عايز اعرف الخير والشر في الافعال الانسانيه. مش انا قلت لك ان في الشرق القديم
الاخلاق اهو، الاخلاق ما هي الخير والشر دي اكتب جنبها الاخلاق، اكتب جنبها الاخلاق عشان ما تتسوحش، اكتب جنب الخير والشر دي الاخلاق. قلت لك ان في الشرق القديم الاخلاق والدين، في الشرق القديم الاخلاق والدين. جميل جدا جدا جدا. تعال نخش على اللي بعدها. دي امثله على بعض حكماء الشرق القديم. كان عندي اخناتون في مصر، اخناتون في مصر، وانت عارف وانا عارف ومصر كلها عارفه ان اخناتون ده اول من دعا الى التوحيد، اول من دعا الى التوحيد، اللي قال لك في اله واحد. قال في ايه؟ اله واحد. ايه ده؟ اله واحد؟ كان بيفكر بطريقه دينيه؟ ما هو ما انا قلت لك ان في الشرق القديم الاخلاق والدين اهو، الراجل كان بيفكر بطريقه دينيه اهو. خلاص؟ طيب كان عندي زرادشت في بلاد فارس، زرادشت في بلاد فارس، وكان عندي بوذا وبراهمه في الهند، وكان عندي كونفوشيوس في الصين. دي امثله على بعض حكماء الشرق القديم. خلي بالك عشان ممكن يجيب لك سؤال بيتكلم عن الشرق القديم، خلاص، وما يجيبلكش كلمه الشرق القديم في الاختيارات، يجيب لك احد الحكماء دول، فساعتها يبقى قصده على الشرق القديم بس بطريقه غير مباشره. خلاص؟ طيب جميل جدا. يا كبير العصر اللي بعده عايز اكلمك فيه العصر اليوناني، العصر اليوناني او عصر اليونان. طيب الفلسفه في اليونان، يوم ما قلنا فلسفه ظهرت على ايد مين؟ والله ظهرت على ايد واحد اسمه طاليس. ظهرت على ايد واحد اسمه ايه؟ طاليس. خلاص؟ طيب هل تسكت الفلسفه على كده وخلاص وتكتفي بطاليس؟ لا، دي فضلت تتطور على يد سقراط وافلاطون وارسطو الثلاثي المرح بتوعنا. خلاص؟ يبقى الفلسفه في اليونان ظهرت على يد طاليس وتطورت على يد سقراط وافلاطون وارسطو الثلاثي المرح بتوعنا. خلاص؟ طيب يا مستر حضرتك قلت لي في الشرق القديم كانوا بيفكروا بطريقه علميه ودينيه، بيفكروا بطريقه علميه ودينيه. في اليونان كانوا بيفكروا ازاي؟ لا ده في اليونان بقى اعتمدوا على النظر العقلي الخالص. وبالله عليك خط تحت الكلمه دي. يعني ايه كلمه النظر العقلي الخالص؟ يعني بيعتمدوا على كل حاجه بالعقل، كل حاجه بالعقل، كل حاجه بدماغي، كل حاجه بدماغي. الحاجه اللي ما تخشش دماغي دي بالنسبه لي مرفوضه. جميل؟ جميل جدا يا كبير. ايه تاني؟ عايزين نوصل للمبادئ الاولى. يعني ايه كلمه مبادئ اولى؟ يعني مبادئ غير مباشره، يعني علل اولى او ايه الاسباب الغير مباشره. عايزين نعرف لو انا جيت قلت لك مثلا والله في كرسي، الكرسي ده معمول من الخشب، الكرسي ده معمول من الخشب. طيب عايز اوصل للمبادئ الاولى بتاعت الكرسي، يبقى اوصل له ازاي؟ الخشب ده معمول من ايه؟ ولا الخشب ده كان اصله شجره. حلو، الشجره دي كان اصلها ايه؟ الشجره دي كان اصلها شتله صغيره. طب الشتله الصغيره دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها بذره. شوف انا كل ما بوصل لحاجه بوصل للسبب اللي بعده، كل ما بوصل لحاجه بوصل للسبب اللي بعده. دي اسمها المبادئ الاولى. خلاص؟ طيب جميل جدا. يبقى في اليونان ظهرت على يد طاليس وتطورت على يد سقراط وافلاطون وارسطو واعتمدوا على النظر العقلي الخالص. يعني نظر عقلي خالص يعني بعتمد على عقلي وبس. جميل جدا جميل جدا. تعال بقى العصر الاخير اسمه الفلسفه اليوم او العصر الراهن او العصر الحالي. خلاص؟ الفلسفه النهارده بقى بستخدمها في ايه؟ والله قال لي الفلسفه زمان كانت مجرد فلسفه نظريه، الفلسفه زمان كانت ايه؟ كانت نظريه. يعني ايه نظريه؟ عشان عارفك مش فاهم يعني ايه كلمه نظريه، يعني مجرد كلام على ورق ما اقدرش اطبقه. كلام على ورق بقراه وبستفيد منه وخلاص. خلاص؟ طيب الفلسفه النهارده لا، الفلسفه النهارده تحولت من نظريه لتطبيقيه. يعني ايه كلمه تطبيقيه؟ يعني ببدا اطبقها في الواقع واحل مشكلات الواقع اللي انا عايش فيه. خلاص؟ يبقى الفلسفه النهارده اهو تحولت من فلسفه نظريه الى فلسفه تطبيقيه. طب هنعمل ايه بالفلسفه التطبيقيه؟ حل مشكلات الواقع. بوستر جميل جدا 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 وفي زتونه كل عنصر هنسيبه لك في وصف الفيديو. اطبعه يا باشا وزعه على اصحابك، اعمل بيه اللي انت عايزه. خلاص؟ طيب تعالى على الجزئيه اللي بعدها. عايز تكلمني عن ايه تاني يا كبير؟ عايز اكلمك عن تعريفات الفلسفه. هل الفلسفه ليها تعريف واحد؟ لا. طيب ايه هما؟ تعالى نعرف ايه هما. عندي تعريف اسمه تعريف لغوي. تعريف ايه؟ لغوي. مش هو اسمه لغوي؟ قال لي اه يا كبير اسمه لغوي. اسمه لغوي يا كبير؟ اه. بعدين يبقى جاي من اللغه، ما هو اسمه لغوي يبقى جاي من اللغه. طيب جاي من انهي لغه؟ جاي من اللغه اليونانيه. جاي من اللغه اليونانيه. خلاص؟ طيب جينا سالنا او على اول طياره ورحنا اليونان. رحنا عند اليونان، ايه يا جماعه؟ قالوا لي ايه يا كبير؟ يا مستر جايب بذات نفسك لغايه اليونان ليه؟ قلت لهم انا عايز اعرف يعني ايه فلسفه. لقيت لك واحد جاي يوناني كده جميل متعلم، قال لي بص يا كبير، بص يا كبير، كلمه فلسفه عندنا
هي كلمه يونانيه. قلت له طب ما انا عارف، ما انا جاي اليونان، يبقى اكيد كلمه يونانيه. بعدين كمل، قال لي بص هي مقسومه لمقطعين. احنا بصراحه ناس غلسه بنحب نقسم الحاجه بتاعتنا. كلمه فلسفه كلمه يونانيه عشان اصلها يوناني. حلو، كمل. مقسومه لمقطعين. مقسومه لكم مقطع؟ مقطعين. فيلو بمعنى يحب، وسوفيا بمعنى الحكمه. انا واقف اعمل له كده، قلت له يعني الفلسفه كلمه يونانيه مقسومه لمقطعين، فيلو بمعنى يحب وسوفيا بمعنى الحكمه. قال له الله يفتح عليك. رحت كاتبها لك انا في البوستر، قلت لك ان فيلو بمعنى يحب وسوفيا بمعنى الحكمه. يبقى كلمه فلسفه تيجي تدمجها مع بعض تلاقي معناها حب الحكمه. خلاص. لسه هركب الطياره وارجع مصر، لقيت لك واحد اسمه فيثاغورس بينده عليا، يا مستر يا مستر. قلت له نعم، انت مين؟ قال لي انا فيثاغورس. قلت له عايز ايه؟ قال لي بص، في واحد قال لك ان كلمه فلسفه معناها حب الحكمه، بس مش معنى ان كل اللي يتفلسف نقول عليه حكيم. قلت له ايه ده؟ ليه اللي يتفلسف ما نقولش عليه حكيم؟ قال لي يا عم مستر كريم، في صفات الهيه. قلت له صفات الهيه زي ايه؟ قال لي الحكمه دي صفه الهيه. الحكمه صفه الهيه ما ينفعش نقولها على الناس، يعني ما ينفعش اقول على شخص ان هو حكيم. امال ربنا اقول عليه ايه؟ ما هو ربنا هو الوحيد اللي حكيم، يبقى ما ينفعش انسب صفات ربنا للناس. قلت له حلو، طب هنقول ايه بقى دلوقتي؟ هنقول ايه اذكى اخواتك لما انت قلت لي ما ينفعش نقول حكيم؟ قال لي هنستخدم كلمه فيلسوف. هنستخدم كلمه فيلسوف. قال لي رفض فيثاغورس مصطلح حكيم. ليه يا عم فيثاغورس رفضته؟ قال لي لانه هو صفه الهيه. طب هنستخدم ايه؟ قال هنستخدم مصطلح فيلسوف اللي هو راجل بيحب الحكمه. جيت سالته يعني ايه فيلسوف؟ قال لي فيلسوف ده واحد بيحب الحكمه، محب للحكمه. خلاص. يبقى ليه فيثاغورس رفض كلمه حكيم؟ لان حكيم صفه الهيه. خلاص. طيب هنستبدلها بايه؟ هنستبدلها بفيلسوف اللي معناها محب للحكمه. خلصت. تعالوا نخش على التعريفات العامه للفلسفه. انا مشيت لسه هركب الطياره وارجع مصر، لقيت لك الناس بتتخانق بتدب في بعض، ده عمال يضرب ده وده عمال يضرب ده وده عمال يضرب ده وده عمال يضرب ده وده ماشي تاني تحت باطه ودب دب دب. بسالهم يا جدعان في ايه؟ يخرب عقلكم، في ايه؟ هتموتوا بعض. قالوا لي بص احنا مش متفقين على تعريف الفلسفه. مش متفقين على ايه؟ على تعريف الفلسفه. قلت له طب انت بتقول ايه؟ قال لي انا بقول ان الفلسفه دي علم العلوم. طب وانت بتقول ايه؟ قال لي انا بقول الفلسفه دي مجرد وجهه نظر، كل واحد بيقول رايه. فهنا رحت كاتب الحته دي في البوستر، قلت لك ان الاتجاه الاول لتعريف الفلسفه ان الفلسفه علم كلي، الفلسفه علم العلوم، الفلسفه علم شامل، الفلسفه علم مطلوب لذاته. يعني مطلوب لذاته يعني مش عايز فلوس. يعني مش عايز فلوس، يعني انا بحب الفلسفه لذاتها. بحب الفلسفه ايه؟ لذاتها. نمسح طبعا العبط ده. مش عايز فلوس. خلاص. يبقى كلمه مطلوب لذاته يعني انا بتعلم الفلسفه ومش عايز منها فلوس، انا بحب الفلسفه. يبقى تاني التعريف الاول للفلسفه، التعريف الاول للفلسفه ان هو علم كلي. حلو. ايه تاني؟ الفلسفه علم العلوم. حلو. ايه تاني؟ الفلسفه علم شامل. حلو. ايه تاني؟ الفلسفه مطلوبه لذاتها. يبقى ده التعريف الاول للفلسفه، علم العلوم، علم كلي، علم شامل، مطلوبه لذاتها. علم كلي، علم علوم، علم شامل، مطلوب لذاتها. جيت بصيت للراجل التاني اللي كان بيتخانق معاه، قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي انا بقول ان الفلسفه دي مجرد وجهه نظر، كل واحد بيقول رايه. طالما كل واحد بيقول رايه يبقى كل واحد فيلسوف نفسه. كل واحد فيلسوف نفسه، كل واحد هيقول لي رايه يبقى فيلسوف. جيت رحت كاتبها في البوستر، قلت له ان الاتجاه الثاني لتعريف الفلسفه ان هي وجهه نظر. ليه وجهه نظر؟ لان لكل انسان وجهه نظره الخاصه. يبقى عندي كم تعريف للفلسفه؟ عندي اتجاهين. عندي اتجاهين. اوعى يجيب لك في الاختيارات يد في الامتحان اتجاه ثالث وتختارها. فين الاتجاه الثالث ده؟ عندي اتجاهين، اتجاه اول واتجاه ثاني. الاتجاه الاول علم العلوم، علم كلي، علم شامل، مطلوبه لذاتها. طب الاتجاه الثاني وجهه نظر، لكل انسان وجهه نظره. طب ايه التعريف اللغوي؟ فيلو بمعنى يحب، سوفيا بمعنى الحكمه. كلمه يونانيه مقسومه مقطعين. طب مين رفض كلمه حكيم؟ فيثاغورس. ليه؟ عشان حكيم دي صفه الهيه. خلاص. هنستبدلها بايه يا عم فيثاغورس؟ قال هنستبدلها بمصطلح فيلسوف. يعني ايه فيلسوف؟ يعني محب للحكمه. وخلصت. وتعالوا نخش على الجزء اللي بعده اللي هو مباحث الفلسفه. اديني بقى تركيزك. يا ريت تكون عامل كوبايه شاي جنبك عشان الجزء ده عايز منك تركيز. ايه مباحث الفلسفه؟ والله جينا لما قلنا يعني ايه مباحث فلسفه قال لي عندنا 3 مباحث. كم مبحث؟ 3 مباحث. ركز يا
يعني ايه مباحث الفلسفه؟ اول مبحث اسمه مبحث الوجود. اسمه مبحث ايه؟ الوجود. جينا سالنا يعني ايه كلمه وجود بالفلسفه، احنا عايزين بقى بندرس فلسفه فمش هنقول كلمه وجود، هنقول ايه؟ طيب هنقول انطولوجيا. هنقول ايه؟ انطولوجيا. يبقى من هنا مبحث الوجود اسمه الانطولوجيا. جميل جدا. المبحث الثاني يا كبير اسمه مبحث المعرفه. الفلاسفه يسكتوا؟ لا، يحطوا التاتش بتاعهم وقال لك مبحث المعرفه اسمه الابستمولوجيا. يبقى تاني مبحث الوجود اسمه الانطولوجيا، مبحث المعرفه اسمه الابستمولوجيا. المبحث الاخير اسمه مبحث القيم اللي هو الاكسيولوجيا. يبقى مباحث الفلسفه عندي كم مبحث؟ عندي 3. مبحث الوجود اسمه الانطولوجيا، مبحث المعرفه اسمه الابستمولوجيا، مبحث القيم اسمه اكسيولوجيا. ويا ريت لسانك ما يكونش اتعوج وانت بتنطق. خلاص؟ طيب كلمنا كبير في اول مبحث اللي هو اسمه مبحث الوجود اللي بنقول عليه انطولوجيا. عايز ندرس ايه مبحث الوجود ده؟ مش هو اسمه وجود؟ اسمه وجود صح؟ يبقى عايز يدرس الوجود يا عم. عايز يدرس الوجود اهو، يهتم بدراسه الوجود. خلاص؟ طيب انت قلت اسمك انطولوجيا. نعم يا كبير. عايز تدرس الوجود ازاي؟ قال لي والله بص انا غلس. انا ايه؟ انا غلس. عايز ادرس الوجود بطريقه كليه شامله. بالله عليك خط تحت الكلمه دي لو انت تابع البوستر. خط تحت الكلمه دي لو انت تابع البوستر ان الوجود عايز يدرس الوجود، مبحث الوجود عايز يدرس الوجود بطريقه كليه شامله. صح او غلط يا؟ مبحث الوجود يهتم بدراسه الوجود بطريقه جزئيه. قال لي غلط يا كبير. ليه غلط؟ لان هو عايز يدرسه بطريقه كليه. جميل جدا. ايه تاني؟ الوصول الى هو ما ابعد من الوجود وهو الميتافيزيقا. يعني ايه ميتافيزيقا؟ يعني ما وراء الطبيعه او ما بعد الطبيعه. وقلت لك لو انت عايز تسيع على صاحبك اللي في علمي تروح تقول له يعني ايه فيزياء؟ هيقول لك ما اعرفش. هيقول لك ما اعرفش. قول له فيزياء جايه من كلمه فيزيقا اللي هي معناها الطبيعه. طب ميتافيزيقا؟ ما هي ميتافيزيقا معناها ما بعد الطبيعه او ما وراء الطبيعه. يبقى كلمه فيزيقا لوحدها معناها طبيعه. كلمه فيزيقا طبعا بعد مرور الازمان والسنوات الكثيره كلمه فيزيقا تحولت بقت فيزياء اللي هي علم الطبيعه. خلاص؟ يبقى تاني يوم مبحث الوجود عايز يدرس الوجود. وبالله عليك ركز في الالفاظ. دراسه الوجود غير معرفه الوجود. خلاص؟ معرفه الوجود ده مبحث المعرفه هندرسه كمان شويه. انما دراسه الوجود نفسه، دراسه الوجود بطريقه كليه شامله ده مبحث الوجود. عايزين ندرس ما وراء الطبيعه او الميتافيزيقا ده مبحث الوجود. وخلصت. وتعالوا نخش على المبحث اللي بعده اللي اسمه مبحث المعرفه. ماله مبحث المعرفه ده يا كبير؟ اول حاجه في مبحث المعرفه قالها لي ان هو اسمه الابستمولوجيا. اسمه ايه؟ ابستمولوجيا. يعني ايه ابستمولوجيا؟ يعني مبحث المعرفه. ماله مبحث المعرفه ده؟ قال لي اهتم بدراسه طرق ادراكنا للوجود. طرق ادراكنا للوجود. يعني احنا بندرك الوجود ده ازاي؟ ازاي بندرك الوجود؟ ازاي بندرك الوجود؟ طيب دراسه الوجود نفسه ده مبحث الوجود. دراسه بالله عليك ركز في الالفاظ. ركز في الالفاظ عشان هو ده الامتحان هيلعب بيك الفاظ. دراسه الوجود مبحث الوجود. معرفه الوجود وطرق ادراكنا للوجود ده مبحث المعرفه. خلاص؟ طيب امكانيه معرفه الوجود. اللي عايز يعرف الوجود ده مبحث المعرفه. اللي عايز يعرف الوجود مبحث المعرفه. ايه تاني يا كبير؟ دراسه وسائل المعرفه. هل هي الحواس ولا العقل او الموازنه بينهم؟ انت دلوقتي تيجي مثلا سيبك من القلم ده. انت دلوقتي بتحل مساله رياضه. خلاص؟ مساله رياضه. هل بتحلها بعقلك ولا بتحلها بحواسك اللي هي مثلا زي حاسه النظر؟ انت شفت المساله فحلتها ولا استخدمت عقلك؟ يعني انت استخدمت حواسك ولا استخدمت عقلك؟ ولا جمعت بين الاثنين؟ اللي بيدرس الكلام ده مين؟ مبحث المعرفه. خلاص؟ مبحث الوجود اسمه انطولوجيا بيدرس الوجود. مبحث الوجود اسمه انطولوجيا بيدرس الوجود بطريقه كليه شامله. بيدرس ما هو ابعد من الوجود زي ما بعد الطبيعه او ما وراء الطبيعه اللي اسمه ميتافيزيقا. مبحث المعرفه عايز يعرف الوجود وطرق معرفتنا للوجود. هو بص ركز في الالفاظ. بقول لك طرق معرفه الوجود يبقى مبحث معرفه. دراسه الوجود يبقى طالما هتدرس يبقى انت مبحث الوجود. عايز تعرف يبقى انت مبحث معرفه. خلاص؟ يكلمك عن الحواس والعقل يبقى انت طبعا مبحث المعرفه. جميل جدا يا كبير. وتعالى كلمني عن المبحث الاخير اللي هو اسمه مبحث القيم اللي اسمه الاكسيولوجيا. ملحوظه عشان مش مكتوبه في البوستر للاسف ان مبحث الوجود والمعرفه والقيم الثلاثه دول اسمهم مباحث اساسيه. مباحث اساسيه او مباحث رئيسيه. اكتبوا ان مباحث الفلسفه بتنقسم لاثنين.
مباحث اساسيه، مباحث فرعيه. المباحث الاساسيه اسمها مبحث تنقسم لثلاثه، المباحث الاساسيه تنقسم لثلاثه: وجود ومعرفه وقيم. طب المباحث الفرعيه هندرسها كمان شويه. خلاص، يبقى المبحث الثالث في المباحث الرئيسيه اللي اسمه مبحث القيم اسمه الاكسيولوجيا. خلاص، مش هو اسمه قيم؟ اسمه قيم، يعني بيكلمك عن اخلاق، بيكلمك عن واحد عنده قيم، عنده مبادئ. خلاص، ايه القيم اللي بيكلمني عنها؟ الحق والخير والجمال. ركز بقى معايا. قيمه الحق، عايزين ندرس اول قيمه من قيم مبحث الاكسيولوجيا. قيمه الحق، مالها قيمه الحق دي يا كبير؟ قال لي يختص بها علم المنطق، يختص بها علم المنطق. سامع واحد دلوقتي بيقول تعريف المنطق. ايه تعريف المنطق ده يا؟ قال لي هو العلم الذي يضع لنا القواعد العامه للتفكير الصحيح. جدع يا. سامع واحد صاحبه بيقول لي هو العلم الذي يضع لنا المعايير للتفكير الصحيح وتجنب التفكير الفاسد. جدع يا. جدع يا، ده اللي عارف تعريف المنطق يا. يبقى علم المنطق تبع قيمه الحق، علم المنطق تبع قيمه الحق. وافتكرها كده، حق فيها قاف، حق فيها قاف تبع المنطق اللي فيها قاف. خلاص، يبقى عايز تدرس اساليب التفكير الصحيحه وتجنب الاساليب التفكير الوحشه او الفاسده، يبقى انت تبع علم المنطق تبع قيمه الحق. خلصت، تعال نخش على اللي بعدها. قيمه الخير، مالها قيمه الخير؟ قال يختص بها علم الاخلاق. علم ايه؟ الاخلاق. ايه علم الاخلاق ده؟ من الاخر مش هو اسمه اخلاق؟ يبقى عايز يبقى عندك قيم ومبادئ واخلاق والمثل العليا. عايزك تبقى انسان نظيف، عايزك تبقى انسان محترم، عايزك تبقى انسان بتساعد غيرك. ده اسمه علم ايه؟ اسمه علم الاخلاق. وتشوف كده علم الاخلاق فيها خ تبع الخير اللي فيها خ، مفيش ابسط من كده. يبقى الحق فيها قاف تبع علم المنطق اللي فيها قاف، الخير فيها خ تبع علم الاخلاق اللي فيها خ. يعني ايه كلمه اخلاق؟ يعني هو العلم الذي يضع لنا المعايير السليمه التي ينبغي على الفرد ماله اتباعها لكي يتفق سلوكه مع الافعال الطيبه. معايير هنحطها لك تمشي عليها عشان سلوكك يتفق مع المعايير الطيبه او الاخلاق الحميده. جميل جميل. خلصت، تعالى نخش على اللي بعدها. قيمه الجمال بيختص بيها علم الجمال وبديهيات وهلاليات وبديهيات جدا. يعني قيمه الجمال علم الجمال، علم الجمال قيمه الجمال، مفيش اسهل وابسط من كده. خلاص، طيب يهتم علم الجمال بايه بقى؟ ببيان القواعد التي يجب توفرها في الشيء لكي نطلق عليه صفه الجمال. هل دلوقتي مثلا الشجره الزينه اللي محطوطه هناك دي، طبعا هي كبيره فمش هينفع اجيبها لك في اللوكيشن نبوظ الدنيا. طيب هل ينفع اقول عليها ان هي جميله؟ قال له يا كبير بنقول عليها ان هي جميله. ليه؟ قال لي عشان توفرت فيها شروط للجمال. مين اللي هيقول لي شروط الجمال ده؟ علم الجمال اللي هيقول لي شروط الجمال. يبقى مبحث القيم اللي اسمه اكسيولوجيا كان جواه 3 قيم، جواه كام قيمه؟ 3. قيمه اسمها الحق كانت تبع علم المنطق، عايزاني افكر بطريقه صحيحه واتجنب الطريقه الفاسده. القيمه رقم 2 كان اسمها الاخلاق اللي كانت تبع علم، او قيمه الخير اللي تبع علم الاخلاق. قلت لك خير فيها خ وخ في الاخلاق، يبقى الاثنين تبع بعض. يعني ايه اخلاق؟ يعني انت تبقى انسان نضيف من جواك. طيب القيمه الثالثه كان اسمها علم الجمال او قيمه الجمال، كانت بتختص بها علم الجمال. يعني ايه علم جمال؟ يعني هو العلم اللي هيقول لي المعايير السليمه اللي يجب توفرها في الاشياء عشان نطلق عليها صفه الجمال. خلصت. تعال نخش بقى على المباحث الفرعيه. المباحث الايه؟ الفرعيه. فلسفه الدين وفلسفه القانون وفلسفه التاريخ، الثلاثه دول بنقول عليهم مباحث فرعيه للفلسفه. مباحث فرعيه للفلسفه. كانت ايه المباحث الرئيسيه؟ قال لي يا كبير كانوا 3 مباحث: وجود اسمه انتولوجيا، معرفه اسمه ابستمولوجيا، قيم اسمه اكسيولوجيا. طب ايه المباحث الفرعيه؟ قال لي يا كبير 3: فلسفه الدين، فلسفه القانون، فلسفه التاريخ. وتعال ندرس كل واحده بالتفصيل ونشوف بتتكلم عن ايه. فلسفه الدين، مالها فلسفه الدين؟ قال لي تدعيم الايمان بالله. مش هي دين؟ تبع الدين. خلاص، يبقى بتتكلم عن الايمان. خلاص، ودراسه الديانات السماويه المختلفه. عايزين ندرس بقى الديانات السماويه المختلفه، ندرس توراه، ندرس انجيل، ندرس قران. خلاص، طيب فلسفه القانون، دراسه القوانين والتشريعات. الكلمه دي مش مكتوبه ولا في كتاب خارجي ولا في كتاب المدرسه، انا كاتبها لك في البوستر وركز عليها. كلمه تشريعات معناها قانون، كلمة تشريعات معناها قانون. ايه تاني يا كبير؟ معرفة ارتباط القانون بفكرة الإلزام والحرية. يعني حضرتك ملزم بقانون ولا انت حر؟ قال لي لا. يعني مثلا على سبيل المثال، انت ليه ما بتسرقش؟ عشان ملزم بالقانون ان هو قال لك اللي هيسرق هيتعاقب، ولا انت حر ممكن تسرق في اي وقت؟ اللي بيدرس الكلام ده
مبحث او فلسفه القانون. يبقى فلسفه القانون هي اللي بتكلمني عن فكره الالزام والحريه. هل يا ترى الانسان ملزم بالقانون ولا هو حر؟ وبيتكلمني عن التشريعات، وقلت لك ان كلمه تشريعات معناها قانون. يكلمك عن دستور، تشريعات، انت طبعا يا باشا فلسفه القانون. تعال عند اللي بعدها اسمها فلسفه التاريخ، معرفه الحقيقه الكليه حول سير الاحداث التاريخيه. اكتب جنبينا الاحداث القديمه. الاحداث الايه؟ القديمه او الاحداث السابقه. خلاص؟ يكلمك في اي حاجه في الماضي، اي حاجه في الماضي يبقى انت مبحث التاريخ. عايزين نعرف الحقيقه الكليه. يعني كلمه حقيقه كليه، اشهر مثال انا بقوله دايما للطلبه في القضيه الفلسطينيه. هل ينفع احكم على القضيه الفلسطينيه الحرب اللي قايمه ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين بمجرد النظر للاحداث اللي بتحصل النهارده؟ قال لي لا. يبقى انا لازم اعرف الحقيقه الكليه، يبقى لازم ارجع للماضي، لازم ارجع للاحداث السابقه، اشوف ان كان في اصلا دوله فلسطينيه وفي احتلال جه احتلها. انا كده عرفت الحقيقه الكليه. خلاص؟ مين اللي بيعرفني الحقيقه الكليه للاحداث القديمه؟ دي فلسفه التاريخ. كان عندي كم مبحث فرعيه؟ عندي 3 مباحث: فلسفه الدين، فلسفه القانون، فلسفه الاخلاق. الدين تدعيم الايمان بالله ودراسه العقائد السماويه المختلفه. دراسه او فلسفه القانون دراسه التشريعات والدستور والاعتراف بفكره الالزام والحريه. خلاص؟ فلسفه التاريخ دراسه الاحداث القديمه السابقه لمعرفه الحقيقه الكليه. في مشكله؟ اظن الدنيا بسيطه وظريفه وزي الفل. تعالى يا باشا نخش على اللي بعده. نقلب كده. تعالى بقى عن أهمية الفلسفة للإنسان. أهمية الفلسفة لمين؟ للإنسان. أهمية الفلسفة لحضرتك بقى. الفلسفة هتفيدك في إيه؟ والسؤال ده اتسأل كتير جدا. يا مستر أنا بدرس الفلسفة استفيد منها إيه؟ تعالى يا باشا أقول لك هتستفيد إيه من الفلسفة. الفلسفة هتفيدك بإيه يا باشا؟ قال لي والله يا كبير تعميق الوعي الفردي. يعني إيه كلمة تعميق الوعي الفردي؟ يعني بتخلي عندك وعي. تخلي عندك ايه؟ وعي. ولو انت عندك وعي انت عمرك ما يضحك عليك، عمرك ما تفكر بطريقه غلط. وطالما عندك وعي هتحقق اهدافك وتطور من نفسك. بص كده، الفلسفه تثير الوعي لدى الانسان فتوقظه من سباته. الفلسفه بتشبهك لو انت ما عندكش وعي اكنك انسان نايم. كأنك انسان ايه؟ نايم اهو، نايم. طيب لو انت عندك وعي الفلسفه هتوقظك من سباتك لو انت عندك وعي. ايه تاني؟ الكشف عن مضمون الحياه. عايز اعرف معنى حياتي، ولو انت عرفت معنى حياتك هتعرف تطور نفسك وتحقق اهدافك. يبقى اي حاجه فيها تطوير ذات وتحقيق اهداف ومعرفه معنى الحياه ده تعميق الوعي الفردي اللي بنسميها الاهميه الاولى من دراسة الفلسفة. الأهمية الثانية اسمها الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات. يعني الكلام ده بيقول الارتقاء بالتفكير عن طريق استخدام الأدلة العقلية المجردة. يعني كلمة أدلة عقلية مجردة يعني عقل بس، أنا بعتمد على عقلي بس. إيه تاني؟ حل مشكلات الفرد التي تواجهه. أنت دلوقتي لو واجهتك مشكلة هتحلها إزاي؟ بعقلك ولا ماشي كده سداح مداح؟ قال لها كبير أنا هحلها بعقلي. مين اللي بيدرس الأدلة العقلية؟ دي الفلسفة في الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات. الفلسفة بتخلي عندك ارتقاء في مستواك العقلي، بتخلي مثلا بدل ما أنت بتفكر بنسبة 50% لا هتخليك ترتقي، تخليك بتفكر بنسبة 70 80 90%. خلاص؟ طيب لما تفكر بطريقة راقية هتعرف تحل مشكلاتك. خلاص؟ جميل جدا. ايه تاني؟ قال لي تأكيد الإيمان بالله والثقة بقدرته. وركز بقى. الفلسفة لو انت بتفكر بطريقة فلسفية، الفلسفة بتأكد إيمانك. انت قاعد دلوقتي شفت السماء، سبحان الله سبحان الله، بص السماء مرفوعة من غير عمدان. كونك قاعد أصلا بتفكر بطريقة فلسفية، شوف اهو قاعد بتتامل في السماء وانت عارف ان الاسلوب الفلسفي كان تاملي اهو. انت عارف ان الاسلوب الفلسفي كان تاملي، قاعد بتتامل في السماء يبقى انت بتتفلسف. قلت سبحان الله يبقى الفلسفه اكدت لك ايمانك. شفت؟ يبقى هنا تاكيد الايمان بالله والثقه بقدره ربنا. طيب جوانب الدين بقى، عندي كام جوانب للدين؟ عندي جانبين. عندي كام جانب؟ جانبين، جانب موروث وجانب عقلاني. الجانب الموروث اسمه موروث يعني انا مولود بيه، يعني انا ايه؟ مولود بيه اهو.
غالبيه الافراد يؤمنون بالله ورسوله عن طريق الوراثه من الاباء. يعني حضرتك اتولدت مسلم فبقيت مسلم، حضرتك اتولدت مسيحي بقيت مسيحي، خلاص ده اسمه جانب ايه؟ اسمه جانب موروث. الجانب الاخير اسمه جانب عقلاني او برهاني قائم على الاساس الاقتناع العقلي. يعني حضرتك مسلم ليه؟ عشان انا مقتنع بالاسلام، اقتنعت بيه بالعقل. حضرتك مسيحي ليه؟ عشان انا مقتنع بالمسيحيه، اقتنعت بالعقل، خلاص؟ طيب يبقى جوانب الدين عندي جانب موروث حضرتك مولود بيه، الجانب العقلاني حضرتك بتكتسبه بعقلك. ايه بقى اهميه الفلسفه للمجتمع؟ عندي برضو 3 اهميات. الارتقاء بالمجتمع ككل، الارتقاء بالمجتمع ككل. حضرتك لو انسان متعلم هتعرف تفيد مجتمعك، خلاص؟ طب ازاي؟ حضرتك اتعلمت وربنا كرمك وبقيت دكتور، خلاص كده انت استفدت، دي استفاده شخصيه. هتفيد المجتمع ازاي؟ والله هعالج الناس اللي بتمرض. حضرتك اتعلمت وبقيت مدرس، خلاص دي كده استفاده شخصيه. هتفيد المجتمع ازاي؟ والله ان انا هعلم المجتمع وابني جيل حسن الخلق، خلاص؟ طيب يبقى هنا بص بيقول ليه؟ كل نفع يعود على الانسان، يعني كل نفع هيجي لحضرتك هو من ممارسه التفكير الفلسفي هو نفع للمجتمع. انت استنفعت وبقيت مدرس، انت استنفعت وبقيت دكتور، انت استنفعت وبقيت مدرس او مهندس، فانت كده نفس يعني النفع اللي جالك ده هيعود للمجتمع. حضرتك بقيت مهندس ده نفع ليك، هيعود للمجتمع ازاي؟ بان انت تبني عمارات. حضرتك بقيت مدرس ده نفع ليك، هيعود للمجتمع ازاي؟ ان انت تعلم الاجيال اللي جايه الجديده. حضرتك بقيت دكتور ده نفع ليك، هيعود للمجتمع ازاي؟ ان انت هتعالج الناس اللي في المجتمع. ده اسمه ايه؟ اسمه الارتقاء بالمجتمع ككل. ايه تاني؟ عندي كشف مشكلات المجتمع، اعرف المجتمع بتاعي ايه مشاكله، دراسه المجتمع وكشف مشكلاته وحلها. اكتشفت ان المجتمع بتاعي فيه مشكله زي مشكله البطاله، ابدا ان انا احلها، اقول لهم يا جدعان لازم نعمل مصانع، خلاص؟ اكتشفت ان المجتمع فيه مشكله زي مثلا مشكله جواز القاصرات، البنات بتتجوز وهي صغيره، لا يا جدعان دي مشكله في المجتمع لازم نحلها، خلاص؟ طيب ده من اهميات الفلسفه للمجتمع، ان انا بكشف مشكلات المجتمع بتاعتي وابدا ان انا احلها. رسم الاطار الفكري الايديولوجي، وخط تحت كلمه ايديولوجي، خط تحت كلمه الايديولوجي واكتب جنبها طريقه التفكير. طريقه ايه؟ التفكير. وليكن مثلا على سبيل المثال الخمره في مصر، الخمره في مصر يجوز ولا لا يجوز؟ قال لا يا كبير، الخمر في مصر لا يجوز. ليه؟ الايديولوجيه الفكريه في مصر عن الخمر ان هي لا يجوز. فهمت يعني ايه كلمه ايديولوجيا؟ فهمت ان كلمه ايديولوجيا معناها طريقه تفكير؟ يعني طريقه تفكيرنا في مصر عن الخمره ان هي لا يجوز. تبص على امريكا الخمره، لا الخمره في امريكا عادي. ليه؟ الايديولوجيه الفكريه في امريكا بتقول عن الخمره ان هي عادي. يبقى كلمه ايديولوجيه معناها طريقه التفكير. بص بيقول ايه؟ سلوك البشر في اي مجتمع ليس سلوك عشوائي، وانما قائم على اسس فكريه معينه. الناس اللي في امريكا بتشرب خمره بالنسبه لها عادي لان الاساس الفكري عندهم او الايديولوجيه الفكريه عندهم عن الخمره ان هي عادي. خلاص؟ كلمتك في كم اهميه للفلسفه للمجتمع، كلمتني في 3. الارتقاء بالمجتمع ككل، يعني عايز انفع مجتمعي او كل نفع قائم للفرد هو بنفس النفع جاي للمجتمع. كشف مشكلات المجتمع وحلها، اعرف المجتمع بتاعي ايه مشكلاته وابدا ان انا احلها. رسم الاطار الفكري الايديولوجي، يعني عايز ازرع طريقه تفكير جيده في عقل الناس، خلاص؟ طيب جميل جدا جدا جدا. تعالى بقى نخش على الجزئيه اللي بعدها، وهنا يا سيدي تكون خلصت جزء الفلسفه اللي انت المفروض هتمتحن فيه. تعال بقى نخش على جزء المنطق. استاذنك تاخد 5 دقايق راحه، خلاص؟ كوبايه شاي جميله كده روق بيها على نفسك، وتعال نخش على جزء المنطق. يلا بينا يا برنس نخش على جزء المنطق الخاص بشهر نوفمبر. رجعنا في الفلسفه، رجعنا نشأة الفلسفه وعصورها وتعريفات الفلسفه، ورجعنا تاني مباحث الفلسفه الاساسيه والفرعيه، ورجعنا اهميه الفلسفه للانسان وللمجتمع. خلاص؟ طيب هنراجع ايه بقى في المنطق؟ هنراجع القضيه المنطقيه باشكالها وبانواعها، وركز معايا في اللي هنقوله. القضيه المنطقيه، مالها القضيه المنطقيه دي يا كبير؟ قال لي هي الجمله الخبريه. حلو، يعني الجمله اللي فيها مبتدا وخبر التي يمكن الحكم عليها بالصدق او الكذب. يعني القضيه دي مبتدا وخبر، مالها من المبتدا والخبر دول؟ اقدر اقول اذا كانت صادقه ولا كانت كاذبه. مش فاهم يا مستر. احمد طالب، احمد ده مبتدا،
خلاص. ماله طالب، طالب دي خبر. عندنا في المنطق ما بنقولش مبتدا وخبر بقى، عندنا في المنطق ما بنقولش مبتدا وخبر، بنقول موضوع وبنقول محمول. يبقى عندي في المنطق اللي في الاول اللي اسمه مبتدا بنقول عليه موضوع، طب الثاني اللي اسمه خبر بنقول عليه محمول. خلاص. طيب مستر كريم ماله؟ جدع حبيبي، حبيبي اللي قلت الطب. مستر كريم ماله؟ الطب. مستر كريم ده مبتدا او هنسميه بقى الموضوع. الطب ماله؟ قال ده الخبر اللي بنسميه محمول. يبقى القضيه المنطقيه مكونه من موضوع وده الطرف الاول، ومحمول وده الطرف الثاني. خلي بالك بقى من الملحوظه دي. مالها الملحوظه؟ قال لي العبارات الانشائيه. مالها العبارات الانشائيه؟ قال لي مش قضيه منطقيه. طب ايه هي العبارات الانشائيه اللي مش قضيه منطقيه؟ دي جمله الامر او جمله النهي او جمله السؤال او جمله التمني او جمله التعجب. اجي اقول لك ذاكر دروسك، مش ده امر؟ ده امر، يبقى مش قضيه منطقيه. مش قضيه منطقيه، وركز عليها عشان ممكن تجي لك في الامتحان. جمله الامر مش قضيه منطقيه. جمله النهي اقول لك لا تلعب في الشارع، لا تلعب في الشارع، مش ده نهي؟ ده نهي مش قضيه منطقيه. خلاص. السؤال اقول لك هل ذاكرت اليوم؟ مش ده سؤال؟ يبقى مش قضيه منطقيه. التمني اجي اقول لك يا ليت الشباب يعودوا يوما، يا ليت الشباب يعودوا يوما. يا ريت يا ابني، ما انت لسه شباب اهو، يا ريت ايه؟ خلاص. يبقى التمني مش قضيه منطقيه. اقول لك مثلا يا ليت ثالثه اعدادي تعود مره اخرى، انت دلوقتي في سرك يا ريت. خلاص. يبقى التمني مش قضيه منطقيه. التعجب اقول لك ما اجمل السماء، ما اروع الغيوم، ما اجمل الامطار. كل الحاجات دي مش قضيه منطقيه. يبقى العبارات الانشائيه مش قضيه منطقيه. ايه هي العبارات الانشائيه؟ الامر، النهي، السؤال، تمني وتعجب. خلاص. طيب جميل جدا. هتكلمني عن ايه تاني؟ هكلمك عن مكونات القضيه. خلاص. قلت لك ان مكونات القضيه مكونه من موضوع ومحمول. خلاص. قلت لك ان الموضوع ده الطرف الاول او المبتدا، والمحمول ده الطرف الثاني او الخبر. طيب الموضوع والمحمول دولت بينهم حاجه اسمها رابطه، بينهم حاجه اسمها ايه؟ رابطه. ايه هي الرابطه دي؟ ممكن تبقى رابطه موجبه او رابطه سالبه. مش فاهم؟ تعال افهمك، تعال افهمك يوم. لما اجي اقول لك كده مثلا الطالب متفوق، الطالب ماله؟ متفوق. فين الموضوع؟ قال لي يا كبير الموضوع كلمة طالب لأن هي اللي في الأول. حلو. فين المحمول؟ قال لي المحمول كلمة متفوق لأن هي اللي في الثاني. فين الرابطة؟ قال لي إيه ده مفيش رابطة في النص، ده أنت بتثبت صفة التفوق للطالب. طالما هثبت صفة التفوق للطالب يبقى أنا قضية موجبة. خلاص؟ طيب اديني يا كبير مثال على الرابطة السالبة. أديك مثال على الرابطة السالبة من عيني. أقول لك أهو نفس المثال. الطالب خلاص ليس متفوق. شايف كلمة ليس دي؟ شايف كلمة ليس؟ ليس اهي. أنا بقول إن بتنفي صفة التفوق للطالب. طالما هتنفي صفة التفوق يبقى أنت يا باشا قضية سالبة. خلاص؟ طيب جميل جدا. تعالى بقى خد الملحوظة دي. كلمة غير اكتبها عندك في الكشكول بالله عليك. اكتبها عندك في الكشكول. كلمة غير خلاص لو جت في نصف القضية تبقى موجبة. تبقى ايه؟ موجبة. اجي اقول لك مثلا اهو كل الاشجار غير مثمرة. كل الاشجار غير مثمره. كلمه غير جت في النص يبقى دي قضيه كليه عشان بتكلم على الكل تبقى قضيه كليه. اشرح لك كل الكلام ده بالتفصيل. غير جت في النص طب طالما غير جت في النص تبقى سالبه ولا موجبه؟ قال لا يا كبير تبقى موجبه لان دي حاله شاذه ان كلمه غير لو جت في النص في القضيه تبقى قضيه موجبه. اكتب الملحوظات دي عندك في البوستر او في الكشكول. اكتب الملحوظات دي عندك في البوستر او في الكشكول. وتعالى نخش يلا على اللي بعده. عندي نوعين من القضايا وركز معايا. القضيه التحليليه والقضيه التركيبيه. ركز معايا.
القضيه التحليليه والقضيه التركيبيه. مالها القضيه التحليليه ومالها القضيه التركيبيه دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. القضيه التحليليه لها اسم تاني اسمه التكراريه. اسمه ايه؟ تكراريه. طيب ايه صفاتها؟ قال ان من صفاتها ان هي لا تضيف لنا شيء جديد، ما بتضيفليش حاجه جديده. اجي اقول لك 2 زائد 2 بتساوي 4، هل انا ضفت لك حاجه جديده ولا انت عارف ان 2 زائد 2 بتساوي 4؟ قال لا يا كبير، انا عارف ان 2 زائد 2 بتساوي 4، ما ضفتليش حاجه جديده. اجي اقول لك الانسان ادمي، طب ما انا عارف ان الانسان ادمي يعني بني ادم، طب ما ضفتليش حاجه جديده. دي اسمها قضيه تحليليه. طيب ممكن تبقى تكرار للمحمول. اجي اقول لك الانسان هو الانسان، عمال اكرر انسان اهو، ممكن تبقى تكرار. خلاص. ممكن تبقى ترادف، كلمه ترادف يعني معنى. اجي اقول لك الادمي هو الانسان، بقول كلمه معنى كلمه ادمي ان هو انسان. ممكن تبقى تعريف، اقول لك الانسان، اعرف لك كلمه انسان واقول لك ان هو حيوان مفكر. ممكن تبقى تحصيل حاصل، او زي اقول لك 2 زائد 2 بتساوي 4. طب يعني ايه تحصيل حاصل دي؟ يعني لا تضيف شيء جديد، او المقدمات لازمه عن النتيجه، او النتيجه لازمه عن المقدمات. يعني ايه النتيجه لازمه عن المقدمات؟ يعني 4 دي جبنا 4 دي منين؟ من المقدمات اللي اسمها 2 زائد 2. خلاص. طيب تحصيل حاصل يعني لا تضيف شيء جديد، او النتيجه لازمه عن المقدمات. خلاص. اكتبها لو انت مش عارف معناها. بستخدمها في القضيه التحليليه دي، بستخدمها في الرياضه، بستخدمها في المنطق. تسمع بقى مثلث، تسمع دايره، تسمع مربع. خلاص. يبقى انت تبع القضيه التحليليه. بستخدمها في المنطق في الاستدلال. خلاص. بستخدمها في المنطق في الاستدلال، وبتكون صادقه عند تناسق طرفيها، وتكون كاذبه عند عدم تناسق طرفيها. اجي اقول لك 2 زائد 2 تساوي 4، دي قضيه متسقه ولا لا؟ قال لي يا كبير دي قضيه متسقه، تبقى قضيه صادقه. اجي اقول لك 2 زائد 2 تساوي 5، هل دي متسقه؟ لا، تبقى كاذبه. يبقى القضيه التحليليه ما بتضيفليش شيء جديد، ما بتضيفليش شيء جديد. بستخدمها في الرياضه وفي المنطق، وبتكون صادقه لو تناسق، لو اطرافها تناسقت، وبتكون كاذبه لو ما تناسقتش اطرافها. تعال نخش بقى على القضيه التركيبيه، او ليها اسم تاني بنسميه القضيه التاليفيه. بنسميه القضيه الايه؟ التاليفيه. يا كبير انت قلت لي ان القضيه التحليليه ما بتضيفليش شيء جديد. حصل. طب القضيه التركيبيه لا، دي بقى بتضيف لي شيء جديد. ما هو مش فرع، مش كله مش هيضيف لي حاجه جديده. ما انا عايز حاجه تضيف لي حاجه جديده. ايه الحاجه اللي بتضيف لي حاجه جديده؟ دي القضيه التركيبيه، تضيف لنا شيء جديد. منين؟ طيب من الواقع. طيب امثله ممكن تيجي نتيجه المشاهده. السماء مليئه بالغيوم، انا عرفت منين السماء مليئه بالغيوم؟ شاهدت السماء، يبقى جت نتيجه المشاهده. خلاص. طيب ممكن تيجي نتيجه التجربه، اقول لك المعادن تتمدد بالحراره، انا عرفت منين ان المعدن ده بيتمدد بالحراره؟ رحت جبت المعدن وجربت وحطيته في حراره لقيته فعلا بيتمدد، يبقى دي اسمها تجربه. ممكن تيجي من المراجع والكتب، زي ما اقول لك احمس هازم الهكسوس، انا عرفت منين ان احمس هزم الهكسوس؟ من المراجع والكتب. اقول لك مصر حققت الانتصار على اسرائيل في حرب 1973، عرفت منين؟ عرفت من المراجع والكتب. يبقى تاني القضيه التحليليه لا تضيف شيء جديد، انما القضيه التركيبيه تضيف لنا شيء جديد. بستخدمها في ايه القضيه التركيبيه؟ بستخدمها في العلوم الطبيعيه. انا عرفت منين ان المعدن بيتمدد بالحراره؟ عرفت من الطبيعه. خلاص. بتكون صادقه اذا طابقت الواقع الخارجي. اجي اقول لك كده مثلا القاهره عاصمه مصر. القاهرة عاصمة مصر، الكلام ده صح؟ كبير صح؟ يبقى أنت قضية صادقة. أجي أقول لك مثلا كده القاهرة مدينة ساحلية. هل القاهرة مدينة ساحلية؟ هل الناس بتصيف في القاهرة؟ لا، دي مش ساحلية، يبقى دي قضية كاذبة. خلاص؟ طيب. جميل جدا جدا جدا. ده بالنسبة للقضية التركيبية وبالنسبة للقضية التحليلية. تعال بقى للقضية البسيطة، القضية المركبة. القضية البسيطة مش اسمها بسيطة؟ بسيطة. يبقى مالها؟ بتتكون من موضوع واحد ومحمول واحد. موضوع واحد ومحمول واحد وبينهم رابطة. زي مثلا اقول لك ايه؟ احمد مجتهد، ما هو ده موضوع اهو. ده موضوع وده محمول وبينهم رابطة اسمها رابطة موجبة. خلاص؟ احمد ليس مجتهد، موضوع اهو ومحمول اهو، بينهم رابطه اسمها رابطه سالبه. دي اسمها ايه؟ اسمها قضيه بسيطه، موضوع واحد ومحمول واحد ورابطه وسلام عليكم عليكم السلام. طيب القضيه المركبه بقى المجعلصه. القضيه المركبه اسمها المجعلصه. يعني ايه؟ بتتكون من قضيتين بسيطتين. قضيتين وبعدين بقى قضيتين
قضيتين بسيطتين وبينهم رابط قضوي. بينهم رابط قضوي. ركز واحده واحده بالله عليك. انا عايزك تعرف ان القضيه المركبه بتتكون من قضيتين بسيطتين، قضيه بسيطه هنا وقضيه بسيطه هنا، وبينهم رابط قضوي. بينهم رابط قضوي. سامع واحد بيقول لي يا كبير نعم مش فاهم يعني ايه رابط قضوي. تعال هقول لك يعني ايه رابط قضوي وندرس الروابط القضويه بالتفصيل. تعال نشوف الروابط القضويه. الروابط القضويه اول رابط عندي اسمه رابط السلب او النفي. رابط ايه؟ السلب او النفي. رابط السلب او النفي ايه هو؟ كلمه لا وكلمه ليس. كلمه لا وكلمه ليس. زي ما اقول لك مثلا الطيور ليست مغرده. الطيور ليست مغرده. دي قضيه ايه؟ قضيه سالبه. ليه سالبه؟ عشان في كلمه ليس. خلاص تعال عند الرابط اللي بعده اللي اسمه رابط الفصل. رابط ايه؟ الفصل. كلمتك في رابط السلب او النفي اللي اسمه لا او ليس. خلاص رابط الفصل او اما او اما او مش فاهم. اقول لك احمد طالب او موظف. شايف كلمه او دي؟ ده اسمه رابط قضوي اسمه رابط الفصل. خلاص طيب الرابط الثالث اسمه رابط العطف. رابط العطف انت عارف ان حرف العطف اللي هو حرف الواو. خلاص طيب ليه اسم تاني؟ ليه اسم تاني اللي هو رابط الوصل. يبقى العطف هو الوصل. العطف هو الوصل اللي هو حرف الواو او كلمه لكن. كلمه لكن. مثال اقول لك اهو نام الحارس و استيقظ اللصوص. نام الحارس قضيه واستيقظ اللصوص في حرف الواو اللي اسمه حرف العطف او رابط العطف او الوصل. خلاص طالما شفت حرف العطف ده يبقى انت رابط قضوي طبعا قضيه مركبه. جميل جدا. الرابط رقم 4 اسمه رابط الشرط او اللزوم اللي هو ايه؟ طبعا انت عارف ان كلمه الشرط دي معناها اذا. انت دارسها في العربي. خلاص يبقى الشرط او اللزوم اللي هي كلمه اذا. اقول لك اهو اذا ذكرت اذا ذكرت سوف تنجح. شفت كلمه اذا اللي هي رابط الشرط يبقى رابط قضوي طبعا قضيه المركبه. الرابط الاخير اسمه التشارط او التكافؤ واللي هي كلمه اذا وفقط اذا. وفرق ما بين كلمه تشارط وشرط. كلمه شرط يعني كلمه اذا. تشارط اذا وفقط اذا. اذا وفقط اذا يعني ايه اذا وفقط اذا؟ يعني حاجه عمرها ما هتحصل الا لما حاجه ثانيه تحصل. مش فاهم اهو ستنجح يعني عمرك ما تنجح. اذا وفقط اذا ذكرت عمرك ما تنجح الا لما تذاكر. خلاص طيب يبقى ايه الروابط القضويه؟ عندي 5 روابط. عندي رابط اسمه السلب او النفي. ايه رابط السلب او النفي ده؟ اللي هي لا او ليس. خلاص رابط الفصل اللي هو كلمه او اما او. الرابط الثالث اسمه العطف اللي هو حرف الواو او كلمه لكن. والرابط الرابع اسمه الشرط او اللزوم اللي هي كلمه اذا. والرابط الخامس اللي هو الاخير اسمه التشارط او التكافؤ وهي كلمه اذا وفقط اذا. ده بالنسبه للروابط القضويه اللي هتلاقيها في القضايا المركبه. خلاص طيب تعال بقى اكلمك عن كم وكيف القضايا. خلاص القضايا بقسمها لنوعين من حيث الكم ومن حيث الكيف. يعني ايه كلمه كم يا كبير؟ يعني بكلمك في كميه. مش اسمها كم يعني بكلمك في كميه. طب الكيف بكلمك في موجب وسالب. وتعالى هفهمك يعني ايه الكلام ده. من حيث الكم خلاص بقسمها لقضيه كليه وقضيه جزئيه. قضيه كليه وقضيه جزئيه. اعرف منين ان القضيه دي كليه؟ لما تلاقي كلمه كل، كلمه كافه، كلمه جميع، كلمه قاطبه، كلمه عامه، كلمه سائر، كلمه 100%. مثال اقول لك سائر الطلاب ناجحين. مش انا شفت كلمه سائر؟ كلمه سائر يعني كل. كلمه سائر يعني كل. انا شفت كلمه سائر في الاول يبقى دي قضيه كليه. طيب موجبه ولا سالبه؟ ده اللي نعرفه في الكيف. خلاص طيب قضيه جزئيه. اعرف منين القضيه دي جزئيه؟ لما تلاقي كلمه بعض، تلاقي كلمه معظم، تلاقي كلمه قليل من، تلاقي كلمه كثير من، تلاقي كلمه جزء، تلاقي كلمه 99%، تلاقي كلمه شطر. اكتبها عندك. خلاص تلاقي كلمه شطر. يعني كلمه شطر يعني جزء. مثال بعض الطلاب ناجحين. عرفت ان دي جزئيه؟ لقيت كلمه بعض تبقى دي قضيه جزئيه. كلمنا يا كبير على القضيه من حيث الكيف. من حيث الكيف قلت لك يعني موجب او سالب
موجب او سالب. القضيه الموجبه اعرف منين ان هي موجبه؟ لما تقول لك ايه؟ اتصال طرفي الموضوع والمحمول. يعني ايه اتصال طرفي الموضوع والمحمول؟ اقول لك كده بص، الاشجار مالها؟ مثمره. هل انا بثبت صفه الاثمار ولا بنفيها؟ قال لك كبير انت بتثبت صفه الاثمار للاشجار. طالما بثبت الصفه يبقى انت يا باشا موجب. يبقى انت ايه؟ موجب. خلاص؟ طيب انت عارف ان هي سالبه لما تفيد انفصال طرفي الموضوع والمحمول. اقول لك الاشجار ليست مثمره. هل انا بثبت صفه الاثمار ولا بنفيها؟ لا بنفيها عشان في كلمه ليس. يبقى انت قضيه سالبه. خلاص؟ طيب اكتب ملحوظه هنا ان كلمه غير، قلناها طبعا من شويه، كلمه غير لو جت في نصف القضيه بتبقى موجبه. خلاص؟ قلنا الملحوظه دي، بس خد الملحوظه الثانيه بقى. خد الملحوظه دي كمان. خد الملحوظه دي عشان ما تقعش في اي حاجه في الامتحان. كلمه لا، كلمه لا لو جت في اول القضيه، كلمه لا لو جت في اول القضيه تبقى كليه سالبه من غير ما تفكر. مثال اقول لك لا طالب ناجح. لا جت في الاول اهي، يبقى القضيه دي كليه سالبه من غير ما افكر عشان لا جت في الاول. خلاص؟ اكتب الملحوظه دي عندك في الكشكول او في البوستر او في اي حته عشان ما تنساهاش. طيب ايه تاني؟ كلمه لا اهي، لا لو جت في نصف القضيه، لو جت في نصف الايه؟ القضيه، لو بعدها فعل تبقى سالبه، ولو بعدها صفه تبقى موجبه. مش فاهم؟ تعال اديك مثال في حته هنا كده اهو. قول ان كلمه لا لو جت في نصف القضيه لو بعدها فعل تبقى سالبه، لو بعدها صفه تبقى موجبه. اقول لك كل الاحلام لا شعوريه. واجي اقول لك كده كل الاحلام لا نشعر بها. واحده واحده، مش كلمه لا جت في النص. كلمه لا جت في النص، قال لي اه كبير جت في النص. طيب جت في النص بعدها فعل ولا صفه؟ قال لي كلمه شعوريه صفه تبقى دي موجبه. طب لا اهي جت في النص بعدها ايه؟ بعدها نشعر فعل تبقى سالبه. يبقى كلمه لا لو جت في نصف القضيه بعدها فعل سالبه، بعدها صفه موجبه. قلت لك كلمه فعل لا فيها لام سالبه، فيها لام، يبقى كده اعرفها كده. كلمه لا لو بعدها فعل تبقى سالبه، كلمه لا لو بعدها صفه تبقى موجبه، كلمه لا لو جت في الاول خالص تبقى كليه سالبه، كلمه غير لو جت في النص تبقى قضيه كليه او تبقى قضيه موجبه. خلاص؟ ركز في الحالات الشاذه دي. خلاص يا كبير؟ قال لي خلاص يا كبير. تعالى كلمني في الاستغراق ويبقى خلصنا موضوعنا النهارده، يبقى ناقص لك بس فيديو الحل. كلمني يا كبير عن الاستغراق، ودي بقى انا مديك الزتونه. الاستغراق انا مديك الزتونه ومش عايز اكتر من كده. كلمه استغراق اكتب مثلا لو انت عايز تكتب التعريف هو شمول الحكم على طرفي القضيه. خلاص؟ ده تعريف الاستغراق عشان لو لقيته في سؤال مقالي لو قال لك شمول الحكم يبقى هو كده بيكلمك على الاستغراق. قال لك عدم الشمول يبقى بيقول لك في حد غير مستغرق. طب ايه يا مستر الاستغراق والايه الحد الغير مستغرق ده؟ بص الزتونه، اي حاجه كليه واي حاجه سالبه مستغرقه. اي حاجه كليه واي حاجه سالبه مستغرقه. مثال كل الطلاب. حلو، كل الطلاب دي كل ولا جزء؟ قال لك كبير ده كل. حلو، كل اهو. ليست مهمله، ليست مش دي اداه سلب؟ قال لي اه اداه سلب. خلاص تبقى كليه سالبه. وانا قلت لك ان الاستغراق كليات وسوالب يبقى مستغرقه الموضوع ومستغرقه المحمول، يبقى ده فعلا حد مستغرق. لما اقول لك بعض الطلاب ناجحين، بعض مش ده جزء؟ قال لي اه كبير جزء. طيب ناجحين، هل انا بثبت صفه النجاح للطلبه ولا بنفيها؟ الا انت بتثبتها، يبقى جزئيه موجبه. وانت عارف ان الاستغراق كليات وسوالب، الاستغراق كليات وسوالب. هل دي كليه؟ لا. هل دي سالبه؟ لا. يبقى غير مستغرقه الموضوع وغير مستغرقه المحمول، يبقى دي قضيه مش مستغرقه. يبقى الاستغراق كليات وسوالب. الاستغراق كليات وسوالب. ده كده بالنسبه لمراجعه
شهر نوفمبر. استنى بقى فيديو الحل، هنحل باذن الله معاك نموذج امتحان شبه اللي حضرتك هتمتحنه في المدرسه عشان تتمرن على نوعيه الاسئله وشكل الاسئله. البوستر ده هنسيبه لك تحت في وصف الفيديو لو حبيت ان انت هتطبعه او تبعته لاصحابك. بنتعب معاك وبنقدم لك ماده علميه كامله على اليوتيوب، بنحل معاك تقييمات، بنحل معاك مراجعات، بنشرح لك مراجعات، مش حارمين لك من حاجه. فاقل واجب يعني ان حضرتك تعمل لنا لايك، تعمل شير للفيديو ده لصاحبك، تعمل لنا كومنت جميل، حاجه كده جميله. خلاص ادعمنا من الاخر. خلاص يا سيدي. طيب استنى بقى فيديو حل المراجعه. اتمنى ان احنا ما نكونش طولنا عليك، وفي تلك اللحظات السعيده قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. استنونا فيديوهات تانية كتيره. سلام.